السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، تعود عليكم الأيام بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة شعبية جميلة جدا بيحبها الجميع، الصغير قبل الكبير. قليل مننا قوي ما بيحبوش. هنعمل شوربة العدس بالشعرية، جميلة جدا. وكمان هيطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، اللون جميل وهيبقى تقيل معانا، مش هيبقى خفيف. الأكلة دي أكلة شتوية ما بنستغناش عنه في الشتا، ساعة ما الجو بيبرد كده بنقول يلا بينا نعمل حلة عدس كويسة عشان تدفينا. طبعا كمية العدس اللي احنا هنسويها بتتحدد حسب عدد الأفراد بتاعة الأسرة. أنا هعمل ربع كيلو من العدس. بعد ما بنغسل العدس بتاعنا كذا مرة بننزل عليه بمية باردة، حوالي لتر أو لتر ونص على الربع كيلو. بعد كده معانا حباية من البطاطس كبيرة بنقطعها أي تقطيع انتي حباها. حبتين كبار من البصل متقطعين. 3-4 حبات من الطماطم متقطعة. حبتين من الجزر متقطعين. حوالي 10 فصوص من الثوم بنقطعهم قطع صغيرة. طبعا كل الخضار دوت بيدي طعم جميل جدا للعدس بتاعنا، وبيدي لون للطماطم والجزر، بيدي لون وطعم جميل. وكمان البطاطس بتخلي العدس بتاعنا يبقى ملفوف، ما يبقاش خفيف لو احنا هنعمله بالشعرية. لكن لو احنا هنعمل العدس بتاعنا علشان نعمل بيه فتة عدس، فبنرفع البطاطس او بنزود كمية المية علشان يبقى خفيف معانا. العدس بتاع اللي هنعمل بيه فتة بيبقى خفيف، غير العدس اللي احنا بنغمسه بالعيش او الرز. اول ما بيبدأ يغلي معانا بنهدي عليه النار علشان يستوي، علشان ميتلسعش مننا، ونسيبه يستوي براحته على نار هادية. اول ما بيستوي معانا بنسيبه يهدى خالص. بعد كده بنصفيه في المصفى او هنضربه في الخلاط، الاتنين بيدوا نفس النتيجة. انا الاول كنت بعمله في المصفى، بس صراحة كان بيهدر منه بعض من الخضار ما بينزلش من المصفى، فبدأت ان انا استخدم الخلاط على ما هدرش منه اي حاجة خالص، وكمان بيبقى ناعم جدا معانا. دوت العدس بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط. بنبدأ بقى نعمل له الطشة بتاعته اللي هي طشة التوم. ده الأساسي بتاع العدس، بنعمل له تقلية بالثوم. بنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بكمية من الزيت أو السمنة، ده اختياري. أنا هنزل ب5 معالق من الزيت. بعد كده هننزل بنص معلقة كبيرة من الثوم المفروم اللي كنا مخزنينه مع بعض، لسه بستخدمه، حطاه في التلاجة في البرطمان زي ما هو، وما زال بقاله يجي 3 شهور وزيادة. جميل جدا، بيتن معانا لحد ما الثوم الجديد يطلع. ببدأ بقى أشوح الثوم بتاعي لحد ما ياخد اللون الذهبي. اول ما بياخد اللون الذهبي ببدأ انزل بالعدس بتاعي علشان يكمل، يا دوبك هو بيغلي بيه غلوتين، لانه كده كده هو استوى في الاول. فبنعمل طشة الثوم، بننزل بالعدس والتوابل بتاعته، خلاص بيغلي 5 دقايق كده وبنطفي عليه. بعد ما حطينا العدس بنبدأ بقى نحط الملح، نص معلقة كبيرة من الملح. التوابل الأساسية بتاعة العدس هي الكمون والكزبرة، حطيت نص معلقة من الكمون والكزبرة. العدس غير أي نوع طبيخ تاني بتطبخيه، مفيش فلفل ولا بهارات ولا الحاجات التانية، هو كمون وكزبرة بس مع الملح. هنيجي بقى للخطوة بتاعة الشعرية. هنجيب الطاسة بتاعتنا وننزل بكمية من الدهون، سواء زيت أو سمنة. أنا هستخدم زيت. هنحط كمية زيت يعني في المعقول حسب كمية الشعرية اللي انت هتعمليها. هنزل بكوباية صغيرة من الشعرية وهبدأ أشوحها لحد ما تاخد اللون الذهبي أو أزيد سنة، لأن الشعرية أول ما بتبدأ تستوي في العدس اللون بتاعها بيفتح قوي، فبنحمرها ويعني بنديها سنة صغيرة كمان. بنعمل حساب إن اللون بيفتح وهي بتستوي في العدس. وناخد بالنا إن احنا لو عاملين كمية عدس كبيرة،
فما بنحطش الشعرية في كمية العدس بحالها، بناخد شوية صغيرين على قد الوجبة اللي احنا هنستخدمها او هنستهلكها في الوجبة اللي احنا هنعملها، سواء هنعمل العدس بتاعنا كغدا او عشاء. فبناخد الكمية اللي احنا هناكلها في ساعتها وبنحط فيها الشعرية بتاعتنا، لان الشعرية بتاعتك لو باتت في العدس بتحسي تاني يوم ان مفيش سائل خالص في العدس وان الشعرية شربت العدس منك. فلو عاملة كمية كبيرة بتاخدي شوية صغيرين، انا خدت شوية صغيرين من كمية العدس بتاعتي، وبدأت ان انا احط فيها الشعرية بتاعتي بعد ما اتحمرت وخدت اللون دوت. اول ما بتبدأ تغلي بنقلبها كويس الاول، اول ما بتبدأ تغلي بتاخد حوالي 5 دقايق، ما بتاخدش سوا. الشعرية بتاعتنا بتستوي بسرعة، وبقيت كمية العدس بتني سادة زي ما هي. لو انت برضو حابة تاني يوم ان انت تحطي شعرية فبتعيد الخطوة تاني، لكن ما بتعمليش كمية العدس بحالها في الشعرية علشان تحتفظي بالعدس بتاعك زي ما هو. فالشعرية بتتحط كوجبة سريعة بعدها على طول، لكن ما بتبردش. اول ما بيبدأ يغلي بنهدي عليه النار، هي ما بياخدش 5 دقايق وبتستوي. طبعا العدس بتاعنا طالع ملفوف جميل جدا، والشعرية كمان طالعة صراحة جميلة. دي وجبة شتوية أساسية لكل المصريين بيحبوه جدا، يعني أغلب الناس بتستخدمه مرة كل أسبوع، يوم ما بتبعد عنه قوي بتعمله مرتين 3 في الشهر في فصل الشتاء. أكلة الغني قبل الفقير، محدش ما بيحبهوش. ليه سعرات حرارية عالية، مفيد جدا. بنقدمه طبعا مع أي حاجة احنا حابينها، بس مع عيش أو رز. شايفين معانا شايفين معانا الشعرية لونها فاتح، بدأ يفتح بعد ما استوت. علشان كده بقولكوا واحنا بنحمر الشعرية فبنديها سنة كمان شوية علشان نعمل حساب ان اللون هيفتح بعد ما يستوي في العدس. طبعا بندي على العدس بتاعنا عصرة ليمون مع التقديم. لو احنا بقى عايزين نعمل الفتة بتاعة العدس، فطبعا بتلغي الشعرية والعدس بتاعك بيبقى خفيف علشان تعرفي تستخدميه في الفتة بتاعتك. العدس صراحة طعم وريحة جميل جدا، واللون زي ما احنا شايفين مع بعض جميل قوي. طبعا الجزر والطماطم مديه لون حلو قوي، بيديه طعم جميل. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد، لان احنا مش هنكبر غير بيكم. وبإذن الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، وانتظرونا بإذن الله في رمضان هنقدم سلسلة جميلة جدا من الحلويات والأكلات الجميلة. والسلام عليكم.